في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. الاتحاد الأفريقي يدمر حلم الأهلي ويذيقه مرارة الزمالك. وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ضربة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بشأن مصير إقامة بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الجديدة، بعدما تراجع بشكل ملفت عن خوض البطولة في ظل الضغط المتزايد. وذكرت تقارير صحفية اليوم أن الدوري الأفريقي في مهب الريح، وليس هناك نية لإقامة البطولة هذا العام، نظرا لأن تنظيم المسابقة لا يتخطى 10% لازدحام الأجندة الأفريقية وعدم وجود رعاة حتى الآن، الأمر الذي ينهي حلم الأهلي في المشاركة القارية والمنافسة على لقب قد يكون الأول في موسم يعاني فيه كثيرا. وبالرغم من النية اللي كانت موجودة في الأسابيع الماضية لإقامة البطولة من 8 أندية كحال النسخة الأولى، وتأكيد مشاركة الأهلي ممثلا عن مصر، ورفض مشاركة الزمالك وبيراميدز بالمسابقة نظرا لعدم القدرة على تنظيم البطولة ب 24 فريقا مثلما كان محددا سابقا، إلا أن البطولة تتجه للإلغاء. وكان الأهلي يتمنى إقامة بطولة الدوري الأفريقي من أجل المشاركة والمنافسة عليها لتعويض الوداع المبكر لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على يد الترجي التونسي من ربع النهائي.